تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه ما ترك شيء يقرب الناس إلى ربهم ويدنيهم منه إلا أمرهم به وحضهم عليه، ولا شيء يباعدهم عن الله إلا وحذرهم ونهاهم عنه. فاللهم ارض عنه، فاللهم صل عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة برنامج معا ننهض، وفي الحلقة الثانية بعنوان عوامل سقوط النهضة أو الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الحضارات وسقوط كل نهضة من النهضات. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة السابقة، وهو الدورة التاريخية. ذكرنا في الحلقة الماضية بأن عدد من المفكرين الذين تكلموا في قضية النهضة ذكروا مسألة الثلاثية الصعود ثم أو النشأة ثم الصعود ثم السقوط، ومرتبطة هذه المسألة بمنظومة من القيم ومنظومة كذلك من السلوكيات. فالنشأة تتطلب أشياء معينة، والصعود يتطلب أشياء معينة، وكذلك السقوط والانهيار بطبيعة الحال يحصل إذا توفرت له عوامل معينة. ونحاول أن نكمل تلك الثلاثية برؤية العلامة ابن خلدون، وهو المؤرخ المسلم وصاحب مقدمة ابن خلدون. هذه المقدمة حاول العلامة ابن خلدون أن يضع ما يمكن أن يسميه الناس الآن بفلسفة التاريخ. ليس الوقوف على التاريخ وأحداثه فقط، ولكن ما الذي يقف ما وراء هذه الأحداث، ما الذي يحرك حركة التاريخ. وهذه حقيقة مسألة مهمة جدا، ونحن نقف على النهضات وكيف تكون عملية النهضة. لا بد من الوقوف على حركة التاريخ البشري، وما هي طبيعتها. هل هي تسير في خط مستقيم أم هي تسير في خطوط متعرجة، وهي عبارة عن هبوط وسقوط. وحقيقة إن شاء الله بعد أن نتناول رؤية ابن خلدون في محركات التاريخ ونظرته لفلسفة التاريخ، وهي تقريبا تنطبق مع ما ذكرناه في الحلقة الماضية، وهي الأبعاد الثلاثية، ثلاث عوامل أو الثلاثة أطوار. سنقف وقفة باختصار شديد جدا عن الرؤية أيضا الغربية وما انتهت إليه في حركة التاريخ. بالنسبة لابن خلدون ذكر بأن الدول تمر كذلك بأطوار ثلاث. يقول الدول تمر بأطوار ثلاث. الطور الأول هو طور التأسيس، وهذا الطور يقول ابن خلدون تنطلق فيه الحركة، حركة مجتمع من المجتمعات، شعب من الشعوب، قبيلة من القبائل، أمة من الأمم. تنطلق يقول بناء على دعوة دينية أو عصبية قومية أو عصبية قبلية. فابن خلدون عنده الفكرة الأساسية في المحركات لقضية النهضة والحضارة هي مسألة العصبية. هذه العصبية إما أن تكون عصبية دينية، أو أن تكون عصبية قومية، أو عصبية قبلية، أو يمكن أيضا في زماننا هذا أن نقول عصبية فكرية، العصبيات التي تقوم على الأفكار والأيديولوجيا، تجمع مجموعة من الناس، فئة من الناس، حزب من الأحزاب، فتحركه نحو السلطة ونحو الدولة. هذه ممكن أن تكون واحدة مما يفسر لنا حركة التاريخ. أو تجتمع هذه الثلاثة معا، يعني حالة دينية وحالة قومية تجتمعان معا لتؤدي إلى حركة معينة. وابن خلدون هنا ينظر إلى
الدعوة الإسلامية في بدايتها أو الحضارة الإسلامية في بدايتها بأنها جمعت ما بين الدعوة الدينية والأخلاقية وهي دعوة الإسلام والعصبية القومية العربية اللي هي كان العرب هم عماد هذه الحركة في بدايتها قبل أن تدخل فيها بقية القوميات وبقية الشعوب. فإن الانطلاقة الأولى كان فيها هذا البعد حسب قراءة ابن خلدون، كان فيها بعد العصبية العربية، وهذه بطبيعتها تؤدي إلى ما سماه مسألة الاشتراك في التضحية، الاشتراك في الولاء، أو التقارب في والانسجام بشكل عام، لأنه اللغة واحدة، الثقافة واحدة، الروابط الأسرية، الروابط التراحمية، كل هذه تؤدي في نهاية المطاف إلى قوة العصبية. فكيف إذا كانت هذه العصبية القومية والقبلية ارتبطت معها رسالة وارتبطت معها عقيدة دينية، بطبيعة الحال ستؤدي إلى انطلاقة قوية وفق رؤية ابن خلدون. يقول هذا أي بداية لأي حركة لأي نهضة تبدأ من كده، يعني حالة من العصبية، حالة من التلاحم، حالة من الترابط القومي القبلي الديني. يقول هذه المرحلة الأولى لها سمات معينة. السمة الأولى لها يقول طموح أهل العصبية، طموحهم نحو السيطرة وطموحهم نحو الملك، وقوة هذا الطموح ومصحوب بحالة من التماسك والاندماج وضعف عوامل الصراع فيما بينهم، لأنها مرحلة دائما البدايات هي مرحلة عطاء، مرحلة تضحيات، ونادرا ما تكون فيها غنائم، ونادر ما يكون فيها صراع على سلطة وثروة كما يقال. وبالتالي هذه المرحلة تتسم عموما بالتماسك والاندماج والقوة والسعي نحو الهدف الذي تم تحديده. وعوامل الصراع في المغانم تكون قليلة، أيا كان مغنم سلطة أو مغنم ثروة تكون قليلة. العامل الثاني يقول القيادة المتصدرة للمشهد في هذه المرحلة الأولى تكون أسوة لقومها، يعني من يتصدر المرحلة الثورية الأولى في أي تحرك غالبا ما يكون الأبعاد الأخلاقية عنده عالية، الإيثار فيه أيضا، الإيثار عنده يكون عالي، تقديم التضحيات يكون عالي، رعايته للجماعة بشكل كبير يكون عالي، إشراكه للناس أيضا يكون كبير، تحقيقه لمفهوم الشورى وأخذ الآراء يكون أيضا قوي، حتى يحس الواحد بأن هذا واحد من القوم وليس زعيم عليهم. هذه أيضا سمة للمرحلة الأولى. السمة الثالثة لهذه المرحلة مرحلة النشأة أيضا، يقول غلبة الأنا الجمعية وضمور الأنا الفردية، لأنه ستأتينا في مرحلة لاحقة كيف أن الأنا الفردية تتضخم والأنا الجماعية تتراجع. لكن في المرحلة الأولى لا، ظاهرة الأنا الجمعية أي نحن أعظم بكثير من أنا، وهذه تحصل دائما في كل الثورات الناجحة. نلاحظ عندما تدرس عوامل نجاحها ستؤدي بك إلى أن والله الأنا الجمعية عندها حالة الجماعة ومصلحة الجماعة ومصلحة المجموع ورعاية مصالح الكل أعظم بكثير من رعاية مصالح الذات ومصالح الشخص. إذن تضخم الأنا الجمعية أو زيادة حجمها. رابعا سيادة منطق العطاء والبذل والتضحيات، سواء على مستوى المشاركين في داخل الحركة أو التيار الذي يسعى نحو النهضة والتغيير، أو في سبيل كسبهم للآخرين. عندما يريدوا أن يكسبوا قبائل أخرى، قوميات أخرى، مجموعات أخرى، فإنهم يسعون أيضا إلى محاولة الكسب من خلال العطاء، ويحاولوا أن يعطوا ويبذلوا، وهذا بطبيعة الحال يؤلف الناس ويقربهم إلى الجهة التي تسعى نحو التغيير. هذا الطور الأول حسب قراءة ابن خلدون في مقدمته، أن طور النشأة هو يكون حالة عصبية يعني مصحوبة بدعوة دينية. الطور الثاني يسميه طور الصعود والعظمة، طور الصعود والعظمة، وهذا غالبا هذا الطور يبدأ ما بعد وصول الثورة، سميها النهضة، الجماعة المتحركة، الحركة المعارضة، أيا كانت. عندما تصل من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، هذا هو الطور الثاني. وهنا يمكنك وأنت تقرأ مقدمة ابن خلدون وتستصحب الدورات عنده، الدورات التاريخية، يمكن أن تنزل هذه المسألة على كل الاتجاهات.
يعني تنزلها على الجماعات، تنزلها على الدول، تنزلها على الحضارات. يعني ستظل هذه المسألة على كل يفسر بها حركة التاريخ، وهي الصعود والعظمة. هنا ما الذي يحصل؟ السمة الثانية الذي يحصل فيها سيادة منطق رقة الحضارة وتراجع خشونة البداوة. طبعا ابن خلدون في مقدمته يركز على قضية البداوة والحضارة، يعتبر أن البداوة فيها سمة الخشونة المؤدية إلى الشجاعة، إلى الكرم، إلى التضحية، إلى التماسك، إلى تحمل الصعاب. تبدأ المرحلة الثانية مجرد ما تصل هذه الفئة نفسها إلى السلطة، أي هؤلاء الثوار عندما يصلون إلى السلطة يبدأون هنا في منطق جديد ومنطق مختلف، وهو منطق رقة الحضارة. لأن رقة الحضارة تبدأ معك من اللحظة التي تبدأ فيها في السلطة ومغانمها وثرواتها وطبيعة سلطتها والأنماط التي تحصل عندما تتحول من الثورة إلى الدولة، الأنماط التي تتشكل بمنطق الدولة وطبيعتها وضروراتها. وبالتالي هنا سنلاحظ بأن الوضع سيختلف بعض الشيء. المسألة الثانية في هذه المرحلة أيضا يحصل لنا أمر مهم جدا، وهو إذا كان في المرحلة الأولى حاصل لنا تضخم الذات الجماعية أو اتساع رقعتها في النفوس الجمعية، فهنا ستتراجع هذه المسألة ويسود منطق الأنا الفردية. يعني مرحلة الثورة منطق نحن، المصلحة الجماعية، رعاية المصلحة العامة. المرحلة الثانية تبدأ حالة المصالح الفردية والذاتية، وكل يبحث عن وضعه الخاص. وهنا سنلاحظ سيبدأ الانحدار من هنا. طبعا تأخذ فترة، ونحن نتكلم هنا عن حركة شعوب ومجتمعات ودول، فهنا ونحن نتكلم ليس بين عشية وضحاها، ليس مجرد الثوار يصلون إلى الدولة ستتحول، لا، ستأخذ بطبيعة الحال وقتها الكافي في هذه الفترة. المسألة الثالثة أيضا الاعتماد في هذه الفترة، يحصل اعتماد على الموالي وتخفف من أهل العصبية الأولى. هنا على كل في المرحلة الثانية يحصل حالة سماها ابن خلدون بمرحلة الانفراد بالمجد. هذا القائد الذي كان شوريا وكان يعني متواضعا وكان يأخذ قومه بالرفق ويأخذهم باللين ويتصف بكل الصفات التي تجعلهم ينجذبون إليه ولا يشعرون بأنه فوقهم بقدر ما يشعرون بأنه واحد منهم. هنا عندما يصل إلى السلطة تبدأ عملية التحول النفسي. وهنا طبعا علينا أن نلاحظ بأن ابن خلدون وكذلك معه إلى حد كبير ميكافيلي، ابن خلدون وميكافيلي كلاهم يفسران حركة التاريخ بالنوازع الطبيعية البشرية، النوازع العادية في الإنسان، وينظرون إلى أنه عندما يصل الإنسان إلى التمكين ستبدأ معه نفسية جديدة ووضعية جديدة ونمط تفكير جديد. فهنا تبدأ الأنا، وعلى مستوى الرئاسة نفسها تبدأ في تشكل ظاهرة الأنا والانفراد بالمجد. هنا بدل أن كانت هنالك عصبية متكاملة متشاركة في التضحيات، عندما يصلوا إلى السلطة هنا إذا كانت عصبيات مختلفة، مجموعات متشكلة، قبائل عديدة، تبدأ تنفرد واحدة من هذه القبائل ابتداء بحالة الانفراد بالمجد. إذا كانت حالة طائفية مثل المجتمعات اللي فيها أكثر من دين واشتركت حركة المجتمع بكليتها بحالاتها الدينية والقومية والقبلية كلها اشتركت في الثورة والنهضة مثلا، سنلاحظ بأنه تبدأ واحدة من هذه القوميات أو واحدة من هذه الطوائف محاولة الانفراد بالمجد. وهنا على كل نلاحظ هذه المسألة أيضا حصلت في كثير من المجتمعات ومنها المجتمع الأريتري. سنلاحظ تجربة الجبهة الشعبية على وجه التحديد، يمكن لو أردت أن تقرأها في هذه الحالة إنه والله تكون في مجموعات ماشية مع بعض، قبائل عديدة، أطياف دينية عديدة، مكونات فكرية عديدة، فلما تصل إلى السلطة تبدأ واحدة من هذه المجموعات محاولة الانفراد بالمجد، ثم هذه المجموعة نفسها يحصل في داخلها محاولة التفرد بالسلطة من خلال شخص واحد، من خلاله تصنع ظاهرة الصنمية والوثنية كما سماها مالك بن نبي، تشكل حالة صنمية لفرد معين أو لزعيم معين. ويمكن الآن في إريتريا تشكلت حالة الصنمية والوثنية من خلال شخصية إسياس أفورغي الذي يرى نفسه الآن بأن الدولة كلها تختزل فيه، ويمكن أن يصدق فيه ما قاله لويس عندما قال أنا الدولة والدولة أنا. فعلى كل في المرحلة الثانية وفق منطق ابن خلدون يحصل أيضا التضخم ذات الأنا الفردية
وتبدأ عملية الانفراد بالمجد على مستوى مكون من المكونات، ثم تبدأ بعد ذلك على مستوى هذا المكون نفسه تحصل حالة من الانفراد بالمجد لشخص واحد وهو الدكتاتور. النقطة الثالثة يحصل أيضا هنا لما استغنى الرئيس عن العصبية القومية أو الطائفة الأولى التي التفت حوله وكانت قريبة منه وتشكل معه كل الآمال والآلام، يحاول أن يستغني عنها. فإذا استغنى عن حالة العصبية بطبيعة الحال الملك لا يستقيم إلا بعصبية تسنده وتحرسه، فيضطر إلى ما يعرف بالموالي وإلى الوافدين الجدد وإلى القادمين الجدد، وهؤلاء الفكرة عندهم ليست قوية وليست معمقة، الفكرة الدينية، الفكرة الأيديولوجية، أيا كان. يعني إذا كان في حزب من الأحزاب متبني نظرية من النظريات، فإن الذين تحركوا بها في مرحلة الثورة تكون متجذرة في داخلهم وأعمق بطبيعة الحال. ولكن عندما يكسب هذا القائد الوافدين الجدد، فإن هؤلاء يحركهم منطق المصلحة والمنفعة والترغيب والترهيب، فإن أعطاهم رضوا وإن لم يعطهم سخطوا. وهنا تبدأ الدولة في حالة من التفكك والتلاشي وسيادة منطق المصلحة. هنا سنلاحظ بأن التوق عموما هذه العصبية الموالي هي التي تسود في المرحلة الثانية. طبعا هنا القائد في المرحلة الثانية يشعر بأن الموالي أنفسهم يبدأون أحيانا يسود عندهم الطموح، وقد يظهر فيهم قائد وتظهر عندهم أيضا نوع من العصبية غير عصبية المجموعة الأولى، قد يشكلون خطرا على سلطة الدولة وعلى رئاسة الدولة. وهنا تبدأ عملية تبدأ عمليات الفساد بمختلف اتجاهاتها، تبدأ عمليات القرصنة المعلوماتية، التجسس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في رعيته أفسدهم أو كاد. فلما تبدأ عمليات الشكوك وتبدأ عمليات المخابرات التي تعمل وتسيطر بعد كده أجهزة القمع على السلطة لتحاول أن تضبط كل من يخرج على الرئيس والزعيم الذي تحول إلى صنم، هنا نبدأ في عملية التساقط والانهيار، وهي المرحلة الثالثة عند ابن خلدون، وهي مرحلة الهرم والفناء والانهيار. أهم عامل في هذه المرحلة، طبعا ذكرنا الآن أهم عامل في قوة الدولة هي قوة عصبيتها، وتستند بعد ذلك إلى قوة المال والثروة التي تحصل عليه، وتستمر السلطة بهذا الشكل. وجود عصبية قوية ووجود ثروة ومال قوي، يعني عصبية سياسية وعصبية اقتصادية أو ثروة مالية تؤدي إلى ديمومة واستمرار السلطة. هنا في المرحلة الثالثة تتلاشى قوة العصبية ويتحول كما ذكرنا منطق السلطة يتحول إلى مغنم، ويتزاحم الناس حول السلطة ويكونوا يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع كما قيل. وهنا يبدأ الصراع حول السلطة والثروة، وهما العاملان لنشأة وتطور واستدامة السلطة والدولة. ويبدأ هرم الدولة عندما ينحرف صاحب الدولة نحو الاستبداد الذي ذكرناه، الانفراد بالمجد، إلى أقصى مداه. فإذا استبد وصار دكتاتوريا، حينها يبدأ في فرض المكوس وفرض الضرائب، ويثقل كاهل الشعب بالضرائب والمكوس، ويبدأ في منافسة رعيته في الأسواق خلافا لمنطق السلطة الحقيقي. ابن خلدون طبعا لا يرى رجال السلطة أن يزاحموا الناس في الأسواق، لأن يقول الأسواق تترك للشعب والسلطة تغطي احتياجاتها مما تأخذه من الشعب، ولكن إذا زاحمت السلطة في الأسواق فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط السلطة. وعلى كل هنا تبدأ الناس يشعرون بالتزاحم السلطة لهم في الأسواق، ويحصل عموما ضمور في الأسواق ويعني صعوبة في المعيشة، ويكرس هذا إلى منطق الغلاء، ويؤدي ذلك للتذمر والشقاق والخلاف، وتنشأ هنا بطبيعة الحال عصبية جديدة أو ما يمكن أن نسميه حالة ثورة على النظام القائم، وتسقط الدولة في هذه اللحظة. عموما هذه رؤية ابن خلدون عليه رحمة الله من خلال أيضا نفس الثلاثية التي ذكرناها في البداية، اللي هي الدوران في فلك الأفكار والعقائد، والدوران في فلك الأشخاص، والدوران في فلك الأشياء. هي نفسها، بس ابن خلدون وضعها بأطوار ثلاث. هنا طبعا بإيجاز شديد ولا أريد أن أتعمق، هنالك الآن في أوروبا خصوصا في عصر التنوير وعصر النهضة حصلت هنالك رؤية جديدة وفلسفة جديدة انطلقت عموما لإحياء فكرة كانت موجودة
سابقا عند أفلاطون. وهذه الرؤية في أوروبا تذهب في اتجاه ما يمكن أن نسميه بنظرية المسار أو الخط الواحد، وهو يختلف عن نظرية ابن خلدون التي تنبني على هذا التعرج، الصعود ثم يعني استواء اللي هو عملية الاستقرار ثم سقوط. يعني تبدأ الحركة في نهضة ثم تصل نقطة معينة ثم تصل إلى حالة استقرار واستواء على السلطة ثم تبدأ في الانحدار. هذه الثلاثية أو هذا التعرج في المسار وهذه الدورة التاريخية بهذا الشكل رفضها عدد من الفلاسفة الغربيين، وعلى رأس هؤلاء كان الفيلسوف كانت وكذلك الفيلسوف هيجل. وهؤلاء عموما تبنوا رؤية مختلفة في الدورة التاريخية. هذه بس فقط من باب أن نضع المشاهد في معرفة، لأن يعني هذه الدورة التي تحدثنا عنها الدورة الثلاثية ليست محل اتفاق، ولكن فسر بها عموما المسلمون وخاصة ابن خلدون ومن تبعه فسروا بها دورة التاريخ. ولكن في الغرب نشأت رؤية جديدة مغايرة. هذه الرؤية تقول بأن والله لا يوجد شيء اسمه تعرجات في التاريخ، ولكن يوجد شيء اسمه مسار تاريخي. هذا المسار التاريخي ينتظمه، يعني هو عبارة عن خيط ناظم لا يتحرك بشكل عشوائي ولا بشكل عبثي، ولكن هنالك قوة معينة تحركه، ويسمونها طبعا هم قوة الطبيعة، وتحركهم نحو اتجاه معين وإلى نقطة معينة. هذه النقطة التي يتجه إليها مسار التاريخ هي النقطة التي يصل فيها الناس إلى نظام سياسي عالمي. هذا النظام السياسي العالمي يحكمه منطق العقل وليس منطق النزعات الطبيعية الخاصة بالإنسان. منطق العقل يقولون سيكون فيه رعاية الأخلاق، رعاية المصالح، رعاية الخير، وتغيب فيه نزعات النفس. وبالتالي هذه النقطة إذا وصل إليها الإنسان فإنه سيصل إلى ما يمكن أن نسميه بنهاية التاريخ. هذه الجزئية حاول على كل يعني كانت أن يعبر عنها، وعبر عنها كذلك بعده هيجل، ورأوا إلى أن النقطة هذه وصلتها الحضارة الغربية بمجرد انفجار الثورة الفرنسية. فكانوا ينظرون إلى أن مسار التاريخ يعني كان في صعود ووصل إلى نقطته النهائية، وكانت انفجار الثورة الفرنسية. سنعود إليكم إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا، والسلام عليكم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله في الجزئية الثانية، وهي كيف نظر فلاسفة الغرب إلى المسار التاريخي. وهنا أردت أن أبين بأن هنالك رؤية أخرى، وقد تكون رؤى كثيرة في فلسفة التاريخ وحركة التاريخ، لكن دعوني أقول لأنه مهم جدا أن نتصور كيف ينظر الغرب إلى نفسه. فالغرب بدأ ينظر إلى المسألة بأن والله ما في حاجة اسمها هبوط وسقوط وهبوط وكذا، لا، هي مسار، وهذا المسار تتجه إليه البشرية، يسود فيه المنطق العقلاني. هذا المنطق العقلاني يؤدي بالناس إلى نظام سياسي عام يرعى المصالح ويرعى الخير ويحدد عموما ما هو نافع للناس. وهذه النقطة إذا وصلها البشر فإنهم يصلون إلى نهاية التاريخ. وهنا نلاحظ بأنهم يتأثرون أو يحاولوا أن يستعيدوا لنا نظرية أفلاطون في مسألة المدينة الفاضلة التي قالها في يوم من الأيام ولم تجد لها الأرضية المناسبة، ومات أفلاطون وقبل أن يرى مدينته الفاضلة، ومات الذين من بعده من تلامذته أرسطو وغيرهم. ولكن يبدو أن فلاسفة الغرب في مرحلة التنوير حاولوا في ذاكرتهم التاريخية أن يبعثوا هذا الموروث التاريخي في اليونان والرومان ليجعلوا منه أيضا حالة مفسرة لما هم عليه. وبالتالي ذهب كانت إلى هذا المفهوم ونظر له كذلك هيجل، واعتبروا بأن هذه النقطة هي الفردوس الأرضي الذي يمكن أن يصل إليه الناس. وهنا سنلاحظ كأنما يريد أن يقولوا أصحاب الحضارة الغربية بأن والله يا أخي الحضارة إذا بلغت نقطتها النهائية فلا حضارة أخرى تنافسها أو تحاول أن تغالبها، ما على الحضارات الأخرى إلا أن تخضع لها. وهنا سنلاحظ أيضا فرانسيس فوكوياما الفيلسوف الأمريكي قبل سنوات عندما كتب كتابه نهاية التاريخ كان ينطلق من هذا المنظور. طبعا نهاية التاريخ ليس معناه أنه والله خلاص يعني العالم ستقوم قيامته الآن، لا، هم في نظرهم بأن الحضارة تصل إلى قمتها، وها نحن وصلنا إلى قمة الحضارة من خلال حقوق الإنسان، من خلال الحريات، من خلال المساواة، من خلال كذا وصلنا إلى ما نصبو إليه من الحضارة والنهضة في نهايته. وبالتالي هنا نهاية التاريخ. طبعا هنا كأنما يريد أن يسد المنافذ على أي طموح لأي حضارة من الحضارات وعلى أي مكون من المكونات البشرية في أن ينافس هذه الحضارة ويزاحم هذه الحضارة. وهذا تفسيرهم على كل هو محاولة. أنا أردت فقط أن أنبه إلى أن النظرية الخلدونية القائمة على فكرة الدورة الثلاثية يصاحبها هنالك فكرة أخرى، وهي فكرة المسار التاريخي الذي ينتهي بنا إلى نقطة معينة، فإذا وعاها الناس وأدركوا حقيقتها هي اللحظة التي تسميها نهاية التاريخ. كان عند هيجل وكانت هي نهاية التاريخ عند الثورة الفرنسية، وكانت عند فرانسيس فوكوياما عند سقوط الاتحاد السوفيتي، اعتبر هذه هي نهاية التاريخ. وبالتالي بطبيعة الحال فإن العالم إلى الآن يتحرك، وهنالك الآن نظريات جديدة بدأت تعود عند الغربيين إلى فكرة النظرية الخلدونية، وهو يقولون بأن ما وصلته الآن الحضارة الغربية هو حالة الانسداد التاريخي وحالة الاستفحال التي سماها ميكافيلي بفساد الشعب. فإن المنطق الذي وصل إليه الغرب هو في نهاية المطاف هي حالة الاستفحال، سماها ابن خلدون بالاستفحال وسماها ميكافيلي بفساد الشعب. هذا الفساد أشكال وأنماط وأنواع. بدأ الآن الغربيون يفكرون في هذا الموضوع وينظرون إليه بشكل جاد. نأتي إن شاء الله الآن إلى بعد أن حددنا الدورات التاريخية لنحدد ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى سقوط الدولة في الدولة العثمانية على وجه التحديد، باعتبارها كانت آخر دولة في الحضارة الإسلامية. ومع غياب الدولة العثمانية غاب المسلمون عن المشهد العالمي بطبيعة الحال، وتراجعت الأمة تراجعا كبيرا. وها نحن الآن نتحدث بمنطق جديد وهو منطق النهضة ومحاولة الاستنهاض. العامل الأول لسقوط الدولة العثمانية، أو ما يمكن أن نقول الحضارة الإسلامية، باعتبار أن سقوط الدولة سقطت معها الحضارة الإسلامية بشكل عام وغابت عن المشهد العالمي كحضارة حاضرة وفاعلة ومؤثرة، إلى أن تكون حضارة تابعة وشعوب مغلوب على أمرها لا تملك من أمرها شيء على مستوى اختيار حكامها وبناء نظمها السياسية، ولا تملك أيضا على مستوى النظم السياسية
العالمية في أن تكون مؤثرة وحاضرة، فتحولت إلى الغثائية. فالعامل الأول في هذه المسألة هو الأسباب الدينية. الأسباب الدينية. الأسباب الدينية، نحن قلنا بأن العامل الأساسي الذي أدى إلى فاعلية الأمة المسلمة وقوتها ونهضتها وتحولها من الأعراب العاديين الذين ليس لهم شيء، لا يفقهون من أمر الدنيا والحضارة والنهضة شيء، إلى أمة تقود البشرية، كان العامل الأساسي فيها سلامة الدين وقوة الإيمان ووجود الكتاب الهادي. العوامل الدينية مع هذه الصيرورة الطويلة للحضارة الإسلامية، حصل هنالك انحرافات عن مفهوم الإيمان الصحيح ومفهوم العقيدة الصحيحة، دخلت علينا منظومة مفاهيم، جزء منها كان عبارة عن فلسفات وافدة، وجزء آخر كان عبارة عن انحرافات على كل في داخل الأمة. منها مثلا من المفاهيم العقدية التي شلت حركة الأمة في نهضتها مفهوم الجبر. والجبر هو عقيدة من العقائد تقوم على فكرة أن الإنسان لا يملك إرادة حقيقية ولا يملك اختيارا حقيقيا وليس له من الأمر شيء، وهو عبارة عن ريشة في صحراء تهوي بها الأعاصير هنا وهناك. حتى قال قائلهم وهو يخاطب الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله عما يقولون، يقول: رميت به في الماء مكبولا وقلت له إياك أن تبتل بالماء. فهم ينظروا إلى أن الله الإنسان ما مخير، إنما مسير تسيير كامل، وليس له أي إرادة وليس له أي اختيار. وبالتالي لماذا التحرك ولماذا العمل ولماذا الجهد ولماذا المكابدة لا، أنت ما كتبه الله لك سيأتيك، وبالتالي لا تتحرك، لا تبذل جهد. حصلت عليك حروب، حصل عليك احتلال، ما تقاوم. حتى قيل في فترة من الفترات بأن فرنسا قدر، ومن قاوم القدر فقد كفر، إلى غير ذلك من المفاهيم الدينية العقدية المنحرفة التي أصابت الأمة في مقتل، وأدى في نهاية المطاف إلى أن تشل حركة الأمة في منظورها الأساسي وفي عقيدتها التي كانت عامل فاعلية وعامل تحرك وعامل إصلاح وعامل نهضة وعامل تقدم. إذا بنا تدخل علينا مفاهيم تعطل كل شيء، وبالتالي زهد الناس في الحياة، زهد الناس في العمل، زهد الناس في الإنتاج، ذهبت الناس إلى حالة التصوف السلبي، في أنه والله يا أخي هنالك تصوف إيجابي بطبيعة الحال، لكن هنالك تصوف سلبي يذهب بالناس إلى أنهم لا يكابدون في الحياة ويعتمدون على الآخرين ويذهبون إلى التكايا ويدخلون إلى الخلاوة وينفردون ويذهبون عن الحياة ويطلقون الدنيا وما فيها، فيتزوج الدنيا غيرهم، ثم بعد ذلك يبحث الناس عن هذه الدنيا التي طلقوها. هذا العامل الأول من العوامل التي أثرت في الأمة. بطبيعة الحال الجانب العقائدي صاحبه جانب سلوكي في التعبد، حيث ساد البدع والخرافات والمذهبية والعصبية المذهبية، حتى أنه صلى في المسجد الحرام كان يصلى 4 إمام للأحناف، إمام للشافعية، المالكية، الأحنابلة، على كل التعصب المذهبي، التعصب، ضعف الولاء الديني بين المسلمين، إلى غير ذلك من الأسباب التي أدت في نهاية المطاف أيضا إلى ضمور حركة الاجتهاد الفقهي، لأنه خلاص الناس جمدت على فقه تقليدي قديم ولم تحاول أن تجتهد في واقعها وتجتهد في مشكلاتها وفي نوازلها. ونحن ندرك بأن الفقه هي عملية النظر في الدليل الشرعي ومحاولة تنزيله على الواقع العملي، ليكون الإنسان يربط ما بين الدليل وما بين الواقع ويخرج بالمحاولة الشرعية فيما تعرف بالفقه. وحصل هذا الضمور وتراجع بطبيعة الحال الفقه. إذا لم تكن هنالك قدرة لأي أمة أن تجيب على تساؤلاتها التي تطرح عليها تساؤلات الحياة، تساؤلات في المجالات المختلفة، هنالك مجالات سياسية طرأت على الناس، هنالك مجالات اقتصادية طرأت على الناس، هنالك مجالات اقتصادية هائلة طرأت على الناس، هنالك تحولات كبرى في العالم أيضا علمية طرأت على كل ذلك. كان محتاج إلى حركة علمية فاعلة تجيب عن التساؤلات بشكل موضوعي وبشكل مفصل، حتى تجعل حركة المجتمع المسلم مواكبة لهذا الواقع وهذا التحول. النقطة الثانية أيضا كانت هنالك الأسباب السياسية، والأسباب السياسية بطبيعة الحال كانت الأمة المسلمة في بدايتها كما نعرف قائمة على
النبوة ثم الخلافة الراشدة، ومثلت هذه المرحلة قمة التمثل الشرعي لأحكام الله سبحانه وتعالى، خاصة العهد النبوي والعهد الراشدي هو العهد الذي يمكن أن نقول بأن المثال الذي يحتذى ويذهب الناس أو ينظر الناس إليه بأنهم يريدون الوصول والبلوغ إلى هذا المستوى من التمثل الشرعي. ولكن مع الوقت طبعا حصل التراجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ثم تكون فيكم الخلافة ثم يكون فيكم ملكا عضوضا ثم يكون ملكا جبريا. فعلى كل حصل التراجع مع الوقت ما بين الملك العضوض والملك الجبري الذي تعيشه الأمة الآن في واقعها المعاصر. فهذا التراجع تراجعت فيه منظومة القيم السياسية، تراجعت فيه منظومة الشورى، تراجعت فيه منظومة العدالة، تراجعت فيه منظومة الحريات، تراجعت فيه قضية حق الأمة في اختيار من يحكمها، تراجعت فيه منطق الأمة الواحدة المتساندة التي تنظر إلى أن هذا الدين يعني لها جميعا. فبدأت على كل العصبيات، عصبية عربية، عصبية تركية، عصبية كردية، عصبية فارسية. هذا التعصب وهذا التفكك أدى بطبيعة الحال إلى ضعف المنظومة السياسية والدستورية، وبطبيعة الحال قوة النظام السياسي في قوة مكوناته الدينية والمجتمعية. إذا كانت المنظومة الدينية ضعيفة والمنظومة الاجتماعية متفككة ومتصارعة، وخصوصا في هذه المرحلة طبعا ساد الفكر القومي، والفكر القومي بدأ في أوروبا مثلا القرن السادس عشر، ونشأت الدولة القومية في أوروبا. فكثير من النخب الفكرية والثقافية تأثرت بهذا الوضع، بينما الحضارة الإسلامية دولتها وطبيعة امتداداتها وطبيعة النظام السياسي السائد فيها لا يقوم على فكرة الدولة القومية، حتى ولو تسمى النظام السياسي الدولة أموية عباسية عثمانية، لكن طبيعة المجتمع التي تحكمه هذه الدولة ليس ذات بعد قومي. يعني لا تستطيع مثلا الدولة الإسلامية أيا كانت، إذا كانت مثلا على رأسها مثلا عرب أو على رأسها أكراد أو أتراك أو فرس، لا يستطيع هذا الذي على رأس السلطة السياسية أن يدمج الناس ويكرههم إكراها ضمن منظومة قومية واحدة، لا. ولذلك ظلت الحضارة الإسلامية متعايشة القوميات هذه كلها، لغاتها محافظ عليها، ثقافتها محافظ عليها، تراثها موجود، لا تعاني من مشكلة. كل هذه القوميات تتفاعل مع القيم الإسلامية والقيم الدينية. فكانت على كل السلطة السياسية مهما حصل فيها من تراجع على مستوى القيم، على مستوى السلطة الفوقية، إلا أنها في مجموعها كانت متماسكة. لكن حصل على كل في الآونة الأخيرة حصل تراجع كبير جدا، وأدى بطبيعة الحال هذا إلى أن يحصل الانهيار ويحصل التخلف. كانت أيضا من ضمن الأسباب هنالك أسباب أخلاقية، وأعظمها كان الجهل والخمول وفقد التناصح وانحلال الرابطة الدينية الاحتسابية وفساد التعليم وفقدان التربية الأخلاقية والخوف من المطالبة بالحقوق ومعاداة العلوم وتفضيل الارتزاق السهل من خلال الوظائف الرسمية والجندية وترك الصناعات. وأدى كل ذلك إلى التخلف والتملق والتزلف والصغار والمذلة. فغابت القيم الأخلاقية، قيم الصدق، قيم الوفاء، قيم الإيثار، قيم التناصح، هذه كلها بدأت تتراجع وتضعف عند الأمة الإسلامية، فأدى ذلك بطبيعة الحال إلى التخلف والتراجع والانهيار. رابعا، كانت هنالك أيضا أسباب سياسية وإدارية متعلقة بالدولة العثمانية باعتبارها كانت النظام السياسي الحاكم، وهي من أهم ما أشير إليه هنا المركزية في السلطة رغم اتساع الدولة والخلافة، مع غياب التأهيل الإداري وغياب الرقابة والمتابعة والتي يتولد عنها الفساد الإداري والمالي، مع التمييز الفاحش بين مكونات الخلافة في المغانم والمغارم وسيادة المحسوبيات، بجانب المشكلات الكبرى في القوانين ومركزيتها، مع اختلاف البيئات والأعراق وضعف النظر الشرعي في القوانين، والظهور بمظهر المخالف للشرع وعدم التقيد به، وغياب الشورى في أمر الخلافة وشؤونها والتصرف في المال العام دون ضوابط ورقابة، مما أدى لأن تكون الدولة مدينة لغيرها في نهاية المطاف. يعني كل هذه التصرفات السياسية والإدارية أدت إلى أن تكون الدولة الإسلامية مدينة بشكل كبير جدا لغيرها. وكذلك سادت إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والإرضاء والمحاباة والرشوة والامتيازات، ونعرف نحن نظام الامتيازات الذي ساد في الآونة الأخيرة في الدولة العثمانية. كل ذلك أدى إلى ما نسميه بعملية التخلف والتراجع والسقوط في الدولة. خامسا، التخلف العلمي والصناعي. نحن نعرف بأن أوروبا بدأت في نهضتها في القرون المتأخرة، حصلت نهضة علمية،
حصلت نهضة صناعية، حصلت نهضة في مجال التكنولوجيا. هذه النهضة الهائلة والضخمة التي صعدت بها أوروبا إلى أن تتصدر المشهد العالمي في النهضة والحضارة، لم تكن الدولة العثمانية في نهاية عهدها تواكب هذا الوضع، حتى عرفت في الآونة الأخيرة برجل أوروبا المريض، وهذه على كل كانت تسمية بغض النظر عن، لكن هي كان فيها مساحة من المصداقية. وهو أن التعليم مثلا، نلاحظ بأن نسبة التعليم كانت متدنية جدا في ولايات الدولة العثمانية، نسبة متدنية. مثلا لو جينا للعالم العربي سنلاحظ بأن نسبة الأمية فيه كانت متفشية، المدارس كانت بسيطة وضئيلة، وبالتالي لا يمكن أن تحصل نهضة دون أن تكون هنالك حركة علمية قوية، ولا يمكن أن تحصل نهضة والأمة أيضا لم يكن بينها وسائل الاتصال متاحة. حتى مثلا قضية القطارات كان في الآونة الأخيرة حصل، لكن كان الولايات متقطعة وكل ولاية يعني بعيدة عن مركز الخلافة ولا تجد الدعم الكافي في ذلك. من الأشياء اللي تذكر طبعا بطبيعة الحال موضوع عندما نتحدث عن الناحية العلمية، البعض يتكلم عن قضية المطبعة، وهنالك طبعا اتهام موجه للدولة العثمانية في أن شيخ الإسلام أو الرجل الأول في الفتوى في الدولة العثمانية يقولون بأنه حرم دخول المطبعة إلى ديار الإسلام، وكان خرج بذلك صك من الخليفة حينها، وبالتالي تم تحريم وحرمان الأمة الإسلامية من مسألة الطباعة، وهذا أدى إلى تأخر الحركة العلمية. بغض النظر حقيقة لا أريد الآن أن أدخل في التفاصيل، لكن من ناحية تاريخية حتى نكون منصفين، السلطة السياسية والمؤسسة الدينية لم تكن عندها مشكلة مع الطباعة، بل أول مطبعة فتحت تقريبا هنا في اسطنبول كانت في القرن الخامس عشر، وكان بعد أول مطبعة في أوروبا ب50 سنة، وكانت طبيعية. يعني قصة 50 سنة يعني مثلا في ألمانيا كان أول مطبعة في ألمانيا 1444، ثم تبع بعد ذلك تبعتها عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا. لكن سنلاحظ حتى في أوروبا كان هنالك تفاوت، يعني إذا كان ألمانيا سبقت يمكن بعد 20 سنة تجي الدولة الثانية، بعد 30 سنة الدولة الثالثة، وهكذا. فما أريد أن أقوله بأن الدولة العثمانية لم تكن عندها مشكلة مع المطبعة بشكل رسمي، يعني لا هنالك، بل بالعكس كانت السلطة أدت تصديقات وأدت أذونات لعدد من الناس، وفتحوا مطابع هنا في اسطنبول، وهذا مثبت بالوثائق والأدلة. ولكن تبقى ما يشير إليه الناس، يروا بأنه والله يا أخي الدولة العثمانية فتحت المطبعة في القرن الثامن عشر، يعني القرن الخامس عشر بدأت المطبعة في أوروبا، والقرن الثامن عشر فتحت أول مطبعة باسم الدولة. وهذه طبعا قضية أخرى لا أريد أن أدخل فيها، لأن كان في عوامل مجتمعية أكثر ما هي عوامل سياسية ودينية، يعني ما لها علاقة بقضية الفتوى، بدليل أن المطبعة كانت شغالة في القرن الخامس عشر والسادس عشر، مطابع موجودة في حلب، وموجودة في دمشق، وموجودة في مصر، وموجودة في اسطنبول، وكل ذلك في البدايات. لكن باسم الدولة ما فتحت أي مطبعة، وهذا كان يعود إلى عوامل درسها كثيرون ووقفوا عليها، وجزء كبير منها كان الطابع الاجتماعي فيه والطابع الاقتصادي، لأن الذين كانوا يعملون في المخطوطات أعداد كبيرة جدا، ونظرة المجتمع أيضا الهاجس بتاعت الخوف في تغيير الكتب وخاصة الدينية، كل ذلك ربما أثر في تأخر الطباعة بشكل رسمي أن تتبنى الدولة. لكن ليس صحيحا بأن كان هنالك فتوى تحرم التعامل مع المطبعة، هذه طبعا يعني تزوير للتاريخ وليس صحيح. فعلى كل هذه من الأسباب. السبب الخامس هو التخلف العلمي والصناعي. العامل السادس، وهذا عامل مهم جدا أيضا من عوامل سقوط الدولة العثمانية، ونحن نتكلم الآن عن أسباب السقوط وعوامل السقوط، وهو الحروب الخارجية. يعني ذكرنا نحن العوامل الخمسة كلها عوامل ذاتية، ومن الصحيح جدا والصواب أن ننظر إلى أسبابنا الخاصة والعوامل الذاتية فينا والضعف الذاتي، لقول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا من عند أنفسنا هو أن ما جرى وما حصل من تخلف، من تراجع، من غياب للنهضة، من ضعف التماسك الداخلي، من عدم تطوير النظام السياسي، من عدم تطوير البنية الاجتماعية، من عدم السباق والمنافسة العالمية فيما يتعلق بأن نتحول إلى أمة ناهضة وليس أمة متراجعة، كل ذلك يعود إلينا بطبيعة الحال. ولكن أيضا كان هنالك عامل آخر يجب أن لا
نغيبه ونحن نقيم المشهد بشكل صحيح ولا نغفله، لأن ذلك أيضا ليس من الإنصاف. وعندما نقرأ الأسباب والعوامل، وهي قضية الحروب الخارجية في الفترة بتاعت الحرب العالمية الأولى، حصل كما نعرف وكل من درس التاريخ بأن العالم في تلك الفترة غزته طبعا منظومة حروب، وانقسم فيها الناس وانقسمت فيها الدول. وعلى كل من أكبر الأخطاء التي ارتكبت فيها الدولة العثمانية انحيازها في تلك الحرب إلى أحد الأطراف، وكان انحياز خاطئ تاريخيا، حيث انحازت في تلك اللحظة التاريخية إلى الطرف الأضعف أو الطرف الذي كان سيذهب نحو السقوط، وهي ألمانيا. الدولة العثمانية تحالفت مع ألمانيا، وألمانيا هزمت في الحرب، وبهزيمة ألمانيا بطبيعة الحال هزم كذلك الطرف الآخر، لأن القوى التي كانت تشكل دول الحلفاء، هذه الكتلة الضخمة اللي كان فيها بريطانيا وكان فيها فرنسا وكان فيها روسيا وغيرهم، على كل هذه الكتلة الكبيرة لما انهارت ألمانيا وأسقطوا ألمانيا، أيضا اتجهوا بعد ذلك إلى الدولة العثمانية باعتبارها أيضا شريك في هذه الحرب، وتقاسموا يعني تقاسموا ولايات الدولة العثمانية وأراضي الدولة العثمانية، وأحدثوا لذلك ما عرف باتفاقية سايكس بيكو. هذه الاتفاقية التي قسمت العالم العربي وشتتت العالم العربي، وبالتالي سقطت الحالة الإسلامية من خلال هذه الحرب. وكانت حرب طويلة جدا طبعا، أكلت الأطراف أكلت الدولة الإسلامية من أطرافها وتساقطت دولة من أطراف، ثم أخيرا حصل طبعا خوض الحرب في تركيا باعتبارها كانت أيضا رأس أو مركز الدولة الإسلامية، وخاض على كل الأتراك بعد ذلك الحرب الخاصة بحرب التحرير التي تعرف بحرب التحرير، وأوجدوا حدودهم الحالية، أقاموا فيها دولتهم القومية، وبذلك سقطت الدولة العثمانية، وسقطت معها تاريخ طويل جدا من تاريخ الأمة وانتقالها الطويل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العهد العثماني، على ما فيه طبعا من إشكالات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات أخرى حول موضوع النهضة، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه التجارب التاريخية والتجارب المعاصرة. واكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.